السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنتكلم عن مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الأسبوع التاسع من الدوري المصري، واللي انتهت بفوز الأهلي بثلاث أهداف مقابل هدفين ليصل للنقطة 20 ويتصدر جدول الدوري مؤقتا. الأهلي ينجو من الفخ الهزيمة الأولى ليه وموسيماني يصحح أخطائه في الشوط الثاني. تعالوا مع بعض نتفرج ازاي موسيماني وعماد النحاس كل واحد فيهم أدار المباراة وإيه تفكيره في المباراة وطريقة اللعب وأسلوب لعب كل واحد فيهم. بس قبل ما نروح على السبورة ونشوف التحليل الفني ما تنساش لو كنت اول مره بتتفرج على الفيديو بتاعنا او لسه ما اشتركتش في القناه تعمل اشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولو عجبك الفيديو تعمل لايك وشير عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. يلا بينا نتفرج مع بعض ايه اللي عمله موسيماني وعماد النحاس. الاهلي بدا بطريقه اللعب المعتاده بتاعته 4-2-3-1. بدا في حراسه المرمى علي لطفي البديل لمحمد الشناوي الموقوف بدل 4 مباريات مباراه واحده. في الباك اليمين محمد هاني، في المساك ناحيه اليمين ياسر ابراهيم بديل بدر بنون اللي في شك في كورونا، ومساك ناحيه الشمال ايمن اشرف، باك شمال علي معلول. اتنين ديفندر اليو ديانج وحمدي فتحي. في الرقم 10 قفشه، على يمينه حسين الشحات، على شماله كهربا، راس حربه وحيد والتر بواليا. المقاولين العرب بدا بطريقه 4-3-3. بدا حسن شاهين في حراسه المرمى، امير عابد مساك باك يمين، فاروق مساك ناحيه اليمين، ومحمد سمير مساك ناحيه الشمال، حسن الشامي باك شمال. قدامهم في رقم 6 ياسين الغنوشي اللاعب التونسي، على يمينه باسم علي، على شماله محمد مجلي. قدام ناحيه اليمين محمد حمدي زكي، زياد الجزيري راس حربه وحيد، على شماله احمد داوودة. يمكن النادي الاهلي بدا المباراه برتم عالي وتيمبو عالي، بيحاول ان هو وضغط عالي، بيحاول ان هو يخلص المباراه من بدري ويحرز هدف يريحه ويديله ثقه بعد التعادل بتاع المباراه اللي فاتت وان هو فقد نقطتين. فبدا النادي الاهلي بولتر بواليا موجود وتحتيه او جنبه وتحتيه بخطوه واحده محمد مجدي قفشه، كهربا موجود، وحسين الشحات. زي ما احنا متعودين النادي الاهلي على طول بيبقوا داخلين من جوه، وعنده الباكين على طول طايرين معلقين فوق محمد هاني وعلي معلول، وحمدي فتحي وديانج بيكملوا وراهم وبيضغطوا، وطلع على طول ايمن اشرف وياسر ابراهيم مكملين في ظهرهم بحيث ان هم يعملوا ضغط على فرقه المقاولين. في حين ان المقاولين كان بيحاول ان هو يواجه النادي الاهلي بفكره ان هو كان بيلعب الاثنين اللي موجودين على الاطراف داوودة ومحمد حمدي زكي، لما بيفقد الكوره بيدخلهم هما الاثنين، بيخشوا يلعبوا على الاثنين ديفندرات بتوعت النادي الاهلي، هما اللي بيضغطوا عليهم من جوه، وبيطلع باسم علي يقابل هنا هوت مع علي معلول، وامير عابد بياخد كهربا، وهنا هوت مجلي بياخد حسين الشحات، مجلي بياخد محمد هاني، وحسن الشامي بياخد حسين الشحات، بحيث ان هو يبقى قافل الملعب من جوه، وفي نفس الوقت بيوفر المجهود للاثنين المهاجمين بتوعه اللي على الاطراف ان هم بينزلوا على الديفندرات بتاعت النادي الاهلي. بس كان عنده مشكله ان هو كهربا لما بيدخل جوه بياخد معاه امير عابد لجوه، ونفس الحكايه حسين الشحات وحسن الشامي. ودي عملت ثغره للنادي الاهلي اللي قدر في اول دقيقه ان هو يعمل هجمه خطر وتوصل الكره لعلي معلول اللي احنا قلنا عليه اخطر لعيب في النادي الاهلي. وفي اول دقيقه بالظبط او دقيقه ونص كان علي معلول كان يقدر ان هو يسجل الكره هنا، هو وصل بيها واتعملت له، وراح سدد الكوره صدها حسن شاهين وطلعت ضربه ركنيه. وكان في اول دقيقتين كان يقدر النادي الاهلي ان هو يسجل الهدف الاول. بعديها برضو قدر محمد هاني يتغلب هنا هو على مجلي ويعدي ويوصل وشاط، وطلعت الكره فوق العارضه. يعني قدر النادي الاهلي عن طريق الطرفين بتوعه ان هو يشكل منهم خطوره كبيره في بدايه المباراه. المقاولين قدر ان هو يتخطى اول نص ساعه والنتيجه 0-0، ويمكن في اول نص ساعه برضه قدر ديانج ان هو يعدي من هنا هوت ويعمل دبل باص مع حسين الشحات ويوصل هنا هوت ويعمل كره عرضيه حاول عليها ولتر بواليا، ولكن عدت منه ما قدرش ان هو يوصل لها. بعديها في هجمه مرتده نزل قفشه هنا وراح عامل الكوره لكهربا، استلم كهربا ودخل واتحرك معاه قفشه، رجع ديانج بقى هنا ورجع قفشه هنا ان هو يوصل ويلعب كره عرضيه، وقعت من ايد حسن شاهين وراحت لولتر بواليا وهو الجون والجون كله فاضي، لكن هو سبق الكوره، اتسرع وجري سبق الكوره بس لقى الكوره وراه ما قدرش ان هو يرجع لها، ورجع دفاع المقاولين ان هو يشتتها. بعديها المقاولين ابتدى يكتسب ثقه في نفسه وان هو يحاول ان هو يعمل هجمات مرتده فعاله بحيث ان هو يحاول ان هو يحرز هدف. وكان دايما مركز المقاولين في الفكره اللي احنا بنتكلم فيها ان يبقى دايما عنده على الاطراف ثلاث لعيبه موجودين. يمكن ان هو بقى بعد اول ما بيمسك الكوره بيبدا يتحرك محمد حمدي زكي هنا مع باسم علي مع امير عابد، دول بيبقوا ثلاثه ناحيه يمين المقاولين، والناحيه الثانيه بيكون موجود داوودة، موجود معاه مجلي، موجود معاه حسن الشامي. هو عارف ان لعيبه النادي الاهلي بتكون موجوده، الهافين بتوعهم بيكونوا موجودين جوه سواء كهربا او حسين الشحات، فما بيعملوش الارتداد، فيبقى عنده كثافه دايما على جنب من الجناب. يعني هنا هو بيبقى موجود اهوت
ياسر ابراهيم وايمن اشرف، وهنا هو حمدي فتحي وديانج موجودين هنا، وادي محمد هاني وادي علي معلول هيرجعوا هنا. يبقى هو عنده على طول، حتى لو حمدي فتحي جه هنا هو مع علي معلول، هو عنده 3-2. ودايما كان ايمن اشرف بيميل، ودي النقطه اللي هو كان برضه بيلعب عليها يمكن في مباراه الاهلي والانتاج الحربي، اتكلمنا عن النقطه دي، ان المساك ناحيه الشمال بيميل على علي معلول، ايمن اشرف بيميل عشان يقفل ورا ايمن اشرف ويغطي تقدمه الكبير، ونفس الحكايه ياسر ابراهيم بيميل ورا محمد هاني، فبتبقى دايما موجود. لو ايمن اشرف بيميل هنا وياسر يضم كده، بتبقى موجوده الحته دي فاضيه، او لو هنا ياسر راح هو يغطي على محمد هاني وايمن اشرف دخل، بتكون الحته دي فاضيه عند النادي الاهلي. ودي برضو اللي حاول يلعب عليها فرقه المقاولين العرب. نجح المقاولين في هجمه من ان هو يعمل الكثافه العدديه والزياده على الجبهه اليمين، على الجبهه الشمال بتاعت النادي الاهلي بالثلاث لعيبه، فوصل ان هو اتدخل باسم علي هنا، وحمدي فتحي كان بيلعب مع محمد حمدي زكي، ولعب هنا امير، لعب الكوره مع علي معلول حطها هنا اهوت، ايمن اشرف على ما جه باسم سدد، خبطت في ايمن اشرف، دخلت الكوره جول وغيرت اتجاهها، واحرز النادي المقاولين الهدف الاولاني. بعد الجول الاولاني ده كان تقريبا في الدقيقه 38، بعديها على طول قدر المقاولين في الدقيقه 42 ان هو يعمل هجمه مرتده، وبرده من نفس الجزئيه اللي احنا كنا بنتكلم فيها، سيد زياد الجزيري هنا، وكان طالع معاه ياسر ابراهيم هنا هو، وكان موجود ديانج وحمدي فتحي فوق، سيت هنا هو زياد الجزيري وفي ظهر ياسر ابراهيم، وكان علي معلول طاير، ايمن اشرف اللي راح بالكوره هنا لمحمد حمدي زكي، دخل ايمن اشرف عشان خاطر يقفل ويغطي مكان علي معلول، قدر محمد حمدي زكي ان هو يستلم ويلف، وراح حاطط باص طويل في سباق سرعه ما بين ياسر وما بين زياد الجزيري، تفوق زياد الجزيري بسرعته على ياسر ابراهيم، وطلع علي لطفي متاخر لان النتيجه ان هو بعيد عن المباريات، وحسيت المباريات بعيد عنه، حط زياد الجزيري سن الجزم، حط الكره ما بين رجل علي لطفي. لما تتفرج على الجون الثاني دوت، تجسيد للعيوب بتاعت النادي الاهلي اللي احنا كنا بنتكلم عليها ولسه قايل لك عليها، وتعرف ليه على طول بعد الجون دوت وتاخير علي لطفي في الخروج ورد فعله وزياد الجزيري بيحط له الكره بين رجليه، تعرف ليه قرار اتحاد الكره طلع بتخفيف الايقاف بتاع محمد الشناوي من 4 مباريات لمباراه، لان استحاله للنادي الاهلي يواجه بيراميدز وعلي لطفي موجود في حراسه المرمى، ما يقدرش، ومحمد الشناوي مش موجود، يبقى في ريسك كبير وخطوره كبيره على النادي الاهلي، ودي حاجه غير مسموح بيها هنا في الكره المصريه، ان يحطوا النادي الاهلي في خطر، ان هو يكون بيلعب مباراه كبيره ومباراه قمه وهو على المحك فيها، ويكون عنده يعني نسبه خطر 1 ولا 2% على الاقل، يعني ده حاجه غير مسموح بها في الكره المصريه، ان علي لطفي يكون موجود ويبقى الاهلي في خطر، لا، لازم الاهلي يلعب بكامل قوته وبكامل اسلحته، فعشان كده يطلع القرار بتخفيف العقوبه من 4 مباريات للمباراه، مش لمباراتين ولا ل3، لا، تتخفف لمباراه واحده عشان يلعب محمد الشناوي مباراه بيراميدز. المهم خلص الشوط الاولاني بنتيجه تقدم النادي المقاولين العرب بهدفين مقابل لا شيء، ويمكن قبل الشوط على طول ما يخلص، بعد الجون الثاني على طول، كره اترفعت من علي معلول راحت لحسين الشحات هنا، حسين الشحات لعب الكوره جت في وش حسن الشامي وردت، طبعا الحكم الكوره في وش حسن الشامي يقول لك دي ممكن تكون جت في ايده، لا يا عم ده هيبقى عليها ضغط وممكن ما اشوفش التحكيم تاني واتوقف والكلام ده، زي محمد سلامه ميدو تعمل عليها حمله، لا صفر ايه وقول بيلن، جت بيلن تمام، مش بيلن يبقى ايه الفار هيرجعها وخلاص، بس انا بقى في الامان وعملت اللي عليا، صفر فعلا بيلن مع ان الكوره واضحه جدا ان هي جايه في وش حسن الشامي، طبعا رجعوا الفار وقالوا لا دي الكوره في وشه يا كابتن، الكوره ما جاتش في ايده خالص، فرجع من البيلن وانتهى الشوط الاولاني النتيجه 0-0 بين الشوطين. ويمكن احنا دي النقطه اللي اتكلمنا عليها في المباراه اللي فاتت، وتقدر ترجع للفيديو وتتفرج على تحليلنا لمباراه الاهلي والبنك الاهلي، كنا اتكلمنا ان موسيماني لسه ما ادركش قيمه وهيبه النادي الاهلي في الدوري المصري، وازاي الفرق بتخاف من النادي الاهلي وبتعمل له حساب، وهو لسه ما استغلش النقطه دي، لا بين الشوطين دي ابتدى ان هو يفكر في الكلام ده، فبدا ان هو يحضر تغييراته، طلع كهربا ونزل طاهر، محمد طاهر، يمكن دوت تغيير مركز بمركز، بس مع اختلاف امكانيات اللعيبه، كهربا بيحب يلعب من جوه على طول، بيحب ان هو يخش عند ال 18، لا طاهر قرر الراجل، نرجع بقى الفرقه كده، قرر الراجل ان هو طاهر هيلعب هنا هو طواف قدام علي معلول، عشان علي معلول يلاقي حد بيسند عليه ويبدا يشتغل بمجموعه هنا يكونوا موجودين، بحيث ان هو يعمل كثافه هنا ناحيه الشمال، يبقى في 2 لعيبه يقدر ان هو يخترق من ناحيته، وفعلا نجح في اول 5-6 دقائق ان هو يعمل اختراقات، علي معلول تفوق على باسم علي اللي هو بعيد عن المباريات واللياقه بتاعته مش جاهزه، قدر ان هو يتفوق عليه، ان طاهر كان بيقدر ان هو يسند على طاهر، وطاهر يحط له الكره ويعدي علي معلول، ونجح ان هو يعمل اوفر او 2، لكن نورتا البواريا ما قدرش ان هو يستغل الحاجات ديت، فقرر موسيماني بعد 10 دقائق، ودي نقطه اتكلمنا عليها في مباراه الاهلي والبنك الاهلي، ان كانت تغييراته متاخره، تغييراته مركز بمركز، مفيش مغامره،
بيلعب باتنين ديفندر وانت خسران او متعادل، النادي الاهلي ما ينفعش يكون بكده. فقرر لا انا بقى هصلح اخطائي. ويمكن هو قال ان الجهاز المعاون هو اللي نبهه للحاجات دي، يعني حتى هو في المؤتمر الصحفي شكر الجهاز المعاون ليه، لان هم قال ساعدوني جدا في التغييرات وعملنا تغييرات غريبه. يمكن هو مش متعود على الجرأه دي، هو مش متعود ان الفرقه تبقى هي الناس كلها بتخاف منها وراجعه لورا والكلام دوت، وان هو يعمل المغامره. لكن هو قدر ان هو يعمل المغامره. ويمكن دي نقطه برضو اتكلمنا عليها الماتش اللي فات، لو تفتكر معايا في ماتش الاهلي والبنك الاهلي، قلت ان الموسيماني كان المفروض ان هو يلعب بعد متعادل وفرقه ما بتهاجموش خالص ان هو يلعب 4-4-2 صريحه، يبقى باك يمين وقدامه هاف يمين، وباك شمال وقدامه هاف شمال، واثنين فراوده صراح، ويلعب بمحمد مجدي قفشه هو اللي موجود هنا، يرجع يلعب كدفندر تاني او يلعب بدفندر واحد بس، ويبقى محمد مجدي قفشه موجود معاه بيساعده لما الكره بتفيد ينزل معاه، ويبقى معاه الكره يبقى طالع لفوق يعمل ضغط على الفرق. وهو ده اللي قرر موسيماني ان هو يعمله فعلا. طلع اليو ديانج ونزل محمد شريف، وطلع والتر بواليا ونزل مروان محسن عشان يقلب الطريقه ل 4-2-2 او 4-1-3-2. فاصبح ان هو محمد هاني هنا هو قدامه حسين الشحات، هنا علي معلول وطاهر محمد طاهر، حمدي فتحي ديفندر الوحيد، وقدامه محمد مجدي قفشه، وقدامه اثنين رؤوس حربه مروان محسن ومحمد شريف. نتيجه التغيير ده على طول بانت بعدها بدقيقتين، نتيجه الكثافه ان هو فرد عرض الملعب، فتح على الاجناب، فقدر ان هو كوره محمد مجلي هنا هو زود في الكوره وداس على الكوره كتير واتاخر في الفعل وخد ثقه زياده وفزلكه بدون لازمه. نجح ان هو محمد شريف وحسين الشحات ان هم هنا يضغطوا عليه، عملوا دبل بريس عليه، اتقطعت منه الكوره حطوها لمحمد مجدي قفشه اللي موجود هنا، الكوره تولت من قفشه. هنا بقى مفيش تحس لعيبه المقاولين مفيش روح قتاليه، مفيش اندفاع، مفيش عزيمه على ان هو يحافظ على المكسب بتاعه. كسبان النادي الاهلي 2-0 الشوط الاولاني، حاجه كبيره جدا المفروض تحافظ عليها، يبقى عندك القتال والاندفاع على كل كوره وفي روح قتاليه. لا ما تحسش الكلام ده كان موجود في نادي المقاولين. الكوره لما تولت من قفشه هنا عثمان فاروق وهو داخل عليه، تحس ان مفيش القوه، لا بيمد رجله كده ايه يعني، تحس في رعونه شويه. نجح قفشه ان هو يزق الكوره، كان داخل ان هو امير عابد مع مروان محسن عشان يغطي على فاروق، ودخل ان هو الطاهر محمد طاهر كان وحيد. وهو ده اللي انا بقول لك عليه، ان لما بتفتح عرض الملعب ويبقى عندك اثنين فراوده موجودين، بتقدر ان انت تفك التكتلات دي وتسحب اللعيبه معاك. راحت الكره لطاهر هنا راح عاملها من وان تاتش، الهدف الاولاني للنادي الاهلي في الدقيقه 60. نجح الاهلي ان هو يقرب النتيجه دي، طبعا ثقه لعيبته وحماس للفرقه ان بقى 2-1 بقت النتيجه قريبه ولسه فاضل نص ساعه. هنا برضو رد فعل عماد النحاس كان بطيء، كان واضح جدا ان محمد حمدي زكي وباسم علي خلاص الجبهه الشمال دي اخترقت تماما من النادي الاهلي، وبقت في فعاليه كبيره لعلي معلول وطاهر وعاملين ايجابيه كبيره. وان هو بقى اما بقى الاثنين ديفندر اللي موجودين فيهم واحد على طول بيلعب اللي هو قفشه، مش واحد بسمات دفاعيه. محمد حمدي زكي ما بقاش قادر ان هو يقدر يرد مع محمد مجدي قفشه. فالنهارده كانت تغييرات عماد النحاس متاخره، ما قدرش ان هو يجاري موسيماني في التغييرات. لا فضل قاعد بيتفرج ايه اللي هيحصل، الاهلي هيعوض ولا مش هيعوض، فضل قاعد بيتفرج زيه وزينا. الاهلي نجح بعديها في الدقيقه 71 كوره برضو اتلعبت هنا هو كان كورنر واترفع، اتردت الكوره لطاهر راح حاططها لقفشه اللي بقى موجود هنا. النادي الاهلي طبعا عنده موجود اثنين رؤوس حربه جوه، قفشه من المكان دوت راح مسقط الكوره، كوره بالونيه عاليه على البعيده. برضو غريبه جدا ان حارس المرمى واقف هنا والكوره ملعوبه جوه الست ياردات، على اخر الست ياردات، وكوره بالونيه ملعوبه من بعيد جدا، وحارس المرمى واقف بيتفرج على الكوره وهي ملعوبه. نجح حمدي فتحي اللي هو كان زايد في الكورنر راح ردد الكوره لمحمد شريف المتواجد هنا. نجح محمد الشريف في الدقيقه 70 ان هو يتعادل للنادي الاهلي، واصبحت النتيجه 2-2. هنا قرر عماد النحاس ان لا انا هبدا بقى اغير، بعد ما خلاص بقى التعادل والكلام ده ابتدى يكتشف ان الجبهه اليمين عنده ديت بقت ضعيفه والناس مخترقاها تماما سواء علي معلول او طاهر محمد طاهر. فخرج ان هو يخرج محمد حمدي زكي ويخرج باسم علي، نزل لويس ادواردو ونزل راجل يلعب ديفندر هنا هو يوسف الجوهري، وخلى لويس ادواردو هو اللي بيلعب قدام بحيث ان هو يحاول يستغل ظهر علي معلول. بس خلاص بقى النادي الاهلي بقى 2-2، خد الثقه وخد رده الفعل، الثقه في نفسه. واللعيبه بتاعت المقاولين اهتزت في المباراه، ما قدروش ان هم يحافظوا على النتيجه. وبعديها خرج داوودة ونزل احمد شكري، وهنا برضه علامه استفهام ان لما تخرج داوودة وانت قاعد عندك كريم مصطفى اللي رجله في الملعب اللي هو بيلعب على طول وتنزل احمد شكري البعيد، كانت علامه استفهام كبيره على عماد النحاس ان هم يخرج داوودة
ما ينزلش كريم مصطفى، لا ينزل احمد شكري البعيد عن المباريات. النادي الاهلي بعديها عمل تغييرين، خرج حسين الشحات الغير موفق تماما في المباراه. ما بتاخدش من حسين الشحات غير اللقطات اللي هي بعد الماتش، الاهلي بيتعادل او الاهلي كسبان، تلاقيه دايما في ايه يعمل لك اللقطه بتاعت الماتش اللي بياخد بيها السوشيال ميديا، نظر السوشيال ميديا والكلام ده، لكن في الملعب ما بتاخدش منه حاجه. فحسين الشحات خرج وهو بعيد تماما عن مستواه، ونزل مكانه، عمل تغييرين، هو نزل عمرو السوليه مكان ياسر ابراهيم، ورجع حمدي فتحي ورا ان هو يلعب، بقى يلعب بثلاثه، بقى حمدي فتحي موجود، ايمن اشرف على شماله، محمد هاني على يمينه، وهنا هو ناحيه اليمين طاهر محمد طاهر، وناحيه الشمال علي معلول، وموجود عمرو السوليه ومحمد مجدي قفشه، وقدام ثلاثه محمد الشريف، مروان محسن، صلاح محسن. نزل صلاح محسن مكان حسين الشحات، وابتدى يلعب 3-4-3 بحيث ان هو يبدا يضغط، يبقى وهو معاه الكوره موجود محمد هاني، حمدي فتحي وايمن اشرف ومحمد هاني، هنا بيزيد مع طاهر محمد طاهر. لو الكوره معاهم من الناحيه دي، من ناحيه الشمال، بيقف محمد هاني وحمدي فتحي، وبيطلع علي معلول مع ايمن اشرف مامنه، وبيخش صلاح محسن هو اللي بيبقى موجود فيرو الثاني، ويبقى محمد الشريف هو اللي بيلعب الناحيه دي، بحيث ان هو يبقى عامل كثافه على طول، بقى ثلاثه فراوده موجودين جوه ال 18. وفعلا بعد التغيير ده على طول سبحان الله في الدقيقه 78 بيعمل التغيير دوت، بعديها على طول بيتكافئ ان هو اوفر من هنا محمد هاني، بيعمل اوفر، الكره بتروح لصلاح محسن، قفشه اللي زايد بقى عنده كثافه، بص كثافه عدديه ازاي، بقى اصبح النهارده عنده محمد شريف ومروان محسن وصلاح محسن هنا وقفشه وعلي معلول موجود وطاهر هنا هو، وكمان محمد هاني، وهنا هو عمرو السوليه. بص النادي الاهلي بيهاجم بكام؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7 لعيبه او 8 لعيبه كمان موجودين في النادي الاهلي على طول موجودين هنا، ونتيجه الكثافه ديت قدر صلاح محسن ان هو بيحط الكره بكعب رجله هنا هو، تخبط في رجليه الشمال الثابته وتتهيأ لمحمد مجدي قفشه. وهنا تتفرج بقى اللي بكلمك عليه، رد فعل لعيبه المقاولين، لويس ادواردو اللي لسه نازل هنا هو، شايف مجدي قفشه وهو واقف معاه، ساب عند خط ال 18 وساب بينه وبينه بتاع 3 4 ياردات، المفروض جوه عند ال 18 دي ما تديش المساحه دي، انت المفروض تبقى مقرب من الراجل كده، لا الراجل ساب لقفشه 3 4 ياردات، قفشه من وان تاتش نفس الكوره تقريبا بالكربون بتاع الطاهر، الجون الثالث للنادي الاهلي. خلاص اصبح النادي الاهلي بقى 3-2، ولعيبه المقاولين تحس ان هي زي ما بقول لك ما فيش الاصرار ولا العزيمه ان هي كسبانه تحاول تحافظ على المكسب او حتى تحافظ على التعادل، لا تحس ان هم ما فيش رد فعل ليهم خالص في المباراه. النادي الاهلي نجح ان هو يتفوق، وبشوف ان المباراه دي تبقى مرجعيه لموسيماني، والحمد لله احنا كنا اتكلمنا على الكلام ده في مباراه البنك الاهلي، وتقدروا ترجعوا للفيديو وتتفرجوا عليه لما قلنا العب ب 4-4-2، افتح عرض الملعب، خلي عندك استرتش للملعب، تفرد عرض الملعب وطوله، ويبقى عندك ديفندر واحد تقدر تعمل كثافه تقدر تكسب. النهارده موسيماني قدر ان هو ينفذ الكلام دوت، عشان كده قدر ان هو يرجع في الشوط الثاني ويتفوق ويكسب 3-2، حاجه تديله ثقه قبل مباراه بيراميدز اللي يصل للنادي الاهلي للنقطه 20 ويتصدر جدول الدوري العام مؤقتا لحين مباراه الزمالك القادمه. بشوف ان راجل المباراه النهارده هو محمد مجدي قفشه، لعيب انا قلنا قبل كده هو مدير المنظومه بتاعه اللعب بتاعه النادي الاهلي، هو اهم لعيب في فرقه النادي الاهلي حاليا هو محمد مجدي قفشه، طبعا مع اخطر لاعب في النادي الاهلي وعلي معلول، لكن محمد مجدي قفشه هو محور اللعب. النهارده الراجل وهو موجود بيلعب رقم 10، احتاج له الراجل اللي يلعب رقم 8 برضه بيعمل مفيش مشكله، بيلعب وبيأدي، النهارده بيبقى موجود هنا هو رغم الواجبات اللي المفروض بيعملها الدفاعيه، وبينجح ان هو يحرز الهدف الثالث، هدف الفوز للنادي الاهلي. دي كان رؤيتنا ووجهه نظرنا في مباراه الاهلي والمقاولين، بنتمنى انها تعجبكم ان شاء الله، تكون ينور رضاكم الفيديو باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.